السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. بنصبح ونمسي على حبايبنا اللي بيشوفونا صبح وليل. تعالوا نصلي على النبي. خش على الفيديو بقلب جامد. النهاردة احنا عاملين فيديو تحفة، عاملين اكل بقى يعني حاجة مش مكلفة، وكمان عزومة تليق بالمقام. يعني انا كان جاي لي ناس وعملت حاجة كده. يعني انا جبت وراك وجبت، عملت بشرت بصلتين وعليهم قطيتين، وحطيت شوية زيت، وحطيت هنا فص ماجي وشوية ملح وبهارات فراخ وشوية بابريكا وشوية فلفل اسود، وحطيت شوية بتاع ده مايونيز. خلاص، وشوية دبس رمان. دي على التتبيلة بتاعت الفراخ. خلاص، وقلبتها كده كويس. وبعدين هجيب الفراخ دلوقتي، ادعكها بيها واركنها على جنب. هنا كده جبت الفراخ كده ظبطتها في التتبيله وعملتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه تحت الجلد وكله، وتبليها وسيبيها بتاع مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع. لو مستعجله اعمليها على طول زيي يعني، بس كل ما تسيبيها في التتبيله بيبقى احسن. طبعا هنا انا عايزه بقى يعني اعمل حاجه جنبها. فانا جبت قلت هشوي الفراخ كده، لا كنت احطها في كيس، وبعدين كيس حراري يعني اشويها. وبعدين جبت الخضار ده، جبت بسله وبطاطس وكوسه وفلفل الوان، وقطعت عليهم بصلايه، وحطيت عليهم شويه دبس رمان، وحطيت شويه ملح وشويه زيت. بس طبعا الفراخ كلها بهارات ومحطتش اي حاجه تاني. انا مظبطه الفراخ، جبت الفراخ رصيتها كده على الوش بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. وكنت انا مولعه بقى الفرن من حوالي نص ساعه عشان يسخن. انا هنا حطيت الخضار السوتيه ده على النار، حطيت شويه بتاع مثلا هنقول نص ساعه، وطيت عليه شمعه، خليته يعمل خالص. ورحت جايه رصيت الفراخ على الوش. خلاص، هنا بقى طبعا انا ستفت الخضار وهحط عليه الفراخ من فوق وكده تمام قوي كده. يبقى انا خلصت. دي اول حاجه انا بدأت بيها عملتها. وبعدين يا ست الناس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يدوم عليكم الصحه والستر والرزق الحلال يا رب، ويملى بيوتكم بركه وخير، ويقدركم يا رب على الايام الصعبه اللي احنا فيها دي، احنا وكل امه محمد جميعا وكل الشعب المصري. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه. المهم هنا خلاص اهو، كنت انا بقى كده ركنتهم، ولعت عليهم وسبتهم شويه. وهنا طبعا انا بقى ده الجلاش ده، الهوت دوج ده، وديت شويه جبن، ودوت بهارات فراخ وبابريكا وفلفل وملح، ودي لفه الجلاش. وطبعا قطعت فلفل الوان او قرن شطه وفلفل الوان. خلاص، وحبيتين قوطه. هنا جبت بصلايه قطعتها وكده بالشكل اللي انتوا شايفينه، حطيت نقطه زيت مش كتير. خلاص اهو، وادي تقليب فيها لحد ما تدبل خالص، تدبل خالص، وتحس ان هي استوت يعني، ما تحمرش. بس برضو افضلي قلبي فيها شويه، ما تستعجليش عليها. ونزلت عليها بفص ماجي. وهنا هجيب احط الطماطم والفلفل اهو، وخليه بقى ينشف، ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه. خلاص، كل الميه اللي في القوطه تنشف، والفلفل كده ياخد ويدي مع بعضه وينشف خالص. خلاص، وهنزل عليهم بالبهارات، نفس البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ. برضو كانت ملح وفلفل وبهارات فراخ وشوية وفص ماجي. بس كده، ما يعني ما تكتريش. وهنا هو انا خلاص كده خليتها لحد ما خلاص نشفت خالص وخدت في الحاجة، ونزلت عليها بالبهارات. هقلب بقى فيها. انا ما حطيتش على فكرة، انا حطيت الماجي في الاول، بس انا حطيت هنا فص ماجي برضو والبهارات اللي انا قلت لكم عليها. خليها الريحه بقى فظيعه بصراحه يعني. الحشوه دي احلى من اللحمه المفرومه في الجلاش. خلاص، وهنا نزلت عليهم كانوا بصوا دبلوا خالص. ادي الهوت دوج اهو بتاع ربع كيلو، يعني هنقول ربع كيلو خلاص، لان انا خدت كده بالبركه، جايبه كيس كبير فخدت منه كده كام واحده، بس ما وزنتهمش، بس هما مقدار ربع كيلو يعني. طبعا انا حطيت الحشوه دي. سيبيها بقى تاخد مع بعضها وسويه
خليه يستوي، ما تستعجليش عليه. هنا طبعا احنا هنسيبهم لحد ما يستووا مع بعض خالص، وهنخش نشوف بقى ايه الجلاش. طبعا انا هتسخني الزبدة عادي، تسيحيها وتعملي الجلاش عادي طبقات، وده الحشو بدل اللحمة المفرومة. خلاص احنا كده اهوت جبنا الصينية اللي هنعمل فيها، وحطيت فيها شوية سمنة، شوية سمنة حلوين يعني. خلاص انا بحط كده سمنة زيادة وبعدين برص، ما بقعدش اعوز طبقات بقى. احط بتاع كام ورقة كده ولو حسيت ان هو ايه خفيف ازود، عشان ما يبقاش السمنة فيه زيادة عن اللزوم. انا جبت هنا الجلاش كده بالشكل دوت. طبعا الصينية ديت مدورة، فبقيت اظبط على الورقة. خلاص حطي كده بالبركة، بس ظبطيه وخلاص، ان شاء الله تطلع معاكي زي الفل زي ما طلعت معايا. بصراحة عجبتهم احسن من اللحمة المفرومة، يعني هي كانت مقاربة للبيتزا. وبعدين في غلطة انا عملتها هقول لكم عليها دلوقتي، يا رب ان شاء الله ما تتحطوش في الموقف ده. المهم ان انا خلصت كده ورصيت الطبقات زي ما انتم شايفين، ما تتسربعوش يعني براحتكم. طبعا انا طفيت على الحشو، انا شفتها خالص من اي ميه ممكن تكون فيها، الميه بتاعت القوطه وكله نشف، ومش مكتره فيها دهون، يعني كانت خفيفه وجميله. والله العظيم عامله زي الفطيره او البيتزايه، كانت حاجه بجد، كان طعمها حلو. انا اول مره اعمل الحشو ده، بس عجب العيال عندي قوي، ولو انتوا ان شاء الله جربتوها هيعجب. خلاص انا هنا كده اهوت عملت النص تقريبا، نص الجلاش اهوت. قعدت اظبط لحد ما ما وصلت للنص، وبعدين هحط بقى الحشو دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. لازم يا جماعه تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه، ويا ريت في التعليقات تعرفوني، عشان انا يا جماعه بتعب قوي في الفيديوهات ومش بلاقي تعليقات ولا بلاقي تشجيعات منكم. وانا اسفه يعني الحبايب اللي بيعلقوا لي وانا ما بعرفش ارد عليهم، والله غصب عني، بس انا بحبكم جدا وبقرا تعليقاتكم كلها وان شاء الله نتواصل مع بعض على طول باذن الله. المهم انا هنا خلاص كده خلصت نص الجلاش، وهحط الحشوه. انا طبعا حاطه سمنه كتير في القعر، عشان كده ما بقتش اعوز بين الطبقه والتانية، يعني كده اريح. كل كام ورقه كده حطي كتير في الصينيه من تحت ورصي السمنه، هطوله كله هيبقى مقرمش والطبقات مورقه وزي الفل. انا هنا هو كده حطيت سمنه، معرفش ليه حطيت، مع اني كنت خلاص هحط الحشو يعني، بس مش عارفه سهى عليا. المهم انا كده خلاص اهوت هنزل بقى بالهوت دوج كله، بعد بالتتبيله بكله بقى، ريحته رهيبه. شايفين ناشف اهو، مفيهوش ولا اي حاجه. خلاص انا كده هفرده كده بالتساوي وهظبطها. طبعا انا يعني جبت لكم التفاصيل لان دي اول مره اعملها، وعايزاكم تجربوها وهتعجبكم قوي. طبعا انا حطيت فيها فلفل الوان، وحطيت فيها قرن شطه، وحطيت فيها بصلايه صغيره يعني. تبلته اكني هعمل بيه حشو فطيره او سندوتشات شاورما او اي حاجه. بصوا بقى طلع فظيع والله العظيم، برغم الغلطه اللي انا هقول لكم عليها دي. انا كملت كده. بصوا المفروض ان انا كنت احط بقى الجبنه الماكس الجبن اللي انا جايباه، نسيت. تمام، نسيت وكملت عادي طبقات الجلاش وما حطيتوش. بس والله العظيم كان تحفه. حتى بنتي بتقول لي انت حاطه فيه جبن، انه كان من جوه من كتر ما هو من جوه طري، عامل مطه كده وطعم سبحان الله. بتهيألي لو كنت حطيت الجبنه ما كانش هيبقى، يعني هيزيد حلاوه عن ما كان هو. خلاص وانا قطعتها بالشكل ده وحطيت عليها شويه بتاع دوت حبه البركه دي، بتديله شكل وطعم كمان حلو قوي على فكره، مفيده جدا لو قدرتي تحطيها في اي حاجه يعني. خلاص وبعدين حطيتها كده. انا كنت مولعه الفرن، كان سخن مولع، حطيتها بقى. طبعا احنا بعد ما 10 دقايق كده في الفرن هنعمل لها البيضه. هي كده بقى لها بتاع 10 دقايق كده. جبت بضايه وحطيت عليها شويه فلفل وسنه ملح. خلاص وقلبيها كويس كويس كده، رجيها في بعضها اهو بالشكل ده. واسقي بيها صينيه الجلاش عادي، اكنك عاملاها حشيها لحمه مفرومه او حشيها فراخ. خلاص هتحطيها دي بقى، بتخليها تبقى من جوه من بره مقرمشه ومن جوه طريه كده وليها طعم فظيع.
وفي نفس الوقت انت كمان ايه يعني لازم تعملي الحركة دي، لان لو ما عملتهاش بتبقى الجلاشة ناشفة زيادة عن اللزوم، ومش هتديك يعني الحاجة اللي انت عايزاها. بس خلاص دي مش هتأثر على الحشو ولا هتعمل حاجة، برضو هتطلعها معاكي حلوة جدا وكأنك بتعملي فطيرة او بيتزاية. وطعم الهوت دوج نفسه طعمه حلو. بصوا بقى انا سقيتها بيها تحفة، الصينية شكلها رهيب بصراحة، وكان ريحتها حلوة قوي لان البتاع متبل حلو ومعمول له بصلة يعني ومخدوم بصراحة. فهتطلع حلوة ان شاء الله، لو مشيتي على الخطوات دي هتطلع معاكي مظبوطة وزي الفل. بس انا بولع على الجلاش من تحت وبحط الصينية في النص عادي، بتحمر من فوق وتحت، ما تولعيش شواية ولا اي حاجة. خلاص انت تولعي الفرن عادي وتحطيها في النص كده. خلاص وده كان شكل الاكل. وطبعا انا حطيت صينيه الفراخ بالخضار في الفرن طلعت تحفه، وادي الجلاش اهو، وادي الاكل بالف هنا وشفا على قلبكم. لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.